وأهل مصر أهل سنة ينبغي عليهم أن يعوا هذا وأن يعرفوا العقيدة الصحيحة حتى يميزوا الفارق بين محبة آل البيت وعقيدة هؤلاء الأنجاس الذين يزرون بآل البيت ويدعون إلى ما يدعون إليه من العقائد المنحرفة. فاتقوا الله يا أهل السنة في مصر خاصة وفي ديار الإسلام عامة، اتقوا الله رب العالمين، فإنما هو ضياع الدين وما جاء به سيد المرسلين إلى هذه العقيدة الباطلة المنحرفة الزائغة ذات الأصول اليهودية والعقائد المجوسية. اتقوا الله في دينكم وفي سنة نبيكم واتبعوه ظاهرا وباطنا وتبصروا مخططات أعدائكم، إن الله رب العالمين لا يصلح عمل المفسدين. فاتقوا الله وأصلحوا، تآثروا تكاتفوا، عودوا إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان، وستكونون إن شاء الله على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص. تكون القنبلة النووية والسلاح النووي إذا تملكه الروافض يوما موجها إلى صدور الأعداء من الكفار والمشركين، وإنما سيكون موجها أول ما يتوجه إلى صدور أهل السنة، فليفرح بذلك الفارحون. يا للحسرة، لهذه الدرجة تضيع عقيدة الأمة ويعقد الولاء والبراء على حزب الشيطان. أين أنتم يا أهل العلم وطلابه؟ يا للحسرة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا. افرحوا بخلافاتكم وبسعيكم وراء الناعقين من صغار طلاب العلم الذين لا يقبلون أن يجلسوا بين أيدي شيوخهم ليعلموهم، وإنما يصرون على إضلال الشباب الضائع المسكين، يحزبونه أحزابا وجماعات. يا ويحهم، لا يريدون أن يعودوا إلى الحق مسرعين وأن يفيئوا إلى الرشد مهطعين، وإنما يستكبرون لأن للرياسة حلاوة، ولأن للزعامة طلاوة، ولأن للعق اليد وقعا كمس الطيب بالروح العاشقة. فأي شيء وأي ضلال. التفتوا وانتبهوا ودعوكم من كل من يقوم حاجزا بين العقيدة الصحيحة وشباب الأمة لتعلم أين الرشد. أهذا هو الجهاد؟ أهذا هو الذي تحزب من أجله الأحزاب؟ من أجل حزب الله ليقود الأمة في الصراع الأبدي الخالد. منذ متى والروافض يحاربون اليهود؟ إنهم لهم عاشقون يا صاحبي، ولكنك لا تقرأ ولا تسمع لأنك لا تريد أن تسمع، وإذا سمعت صممت الآذان حتى لا تفهم، وإذا فهمت أتاك من يحرفك عن الصراط. فماذا نصنع؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الدعاء المشهور عندهم دلهم عليه هؤلاء، وهو ما يسمى بدعاء صنمي قريش. يأتي به الجعفرية، الإمامية، الاثنى عشرية، المحاربون وغير المحاربين، كلهم على هذا الاعتقاد، كلهم في هذا الاعتقاد سواء، كلهم من الرافضة. الإمامية، الاثنى عشرية، الجعفرية، الروافض، هؤلاء جميعا من غلاة الرافضة وليسوا من المعتدلين في مذهبهم، ويتقربون إلى الله رب العالمين بهذا الدعاء بلعن صنمي قريش وجبتي قريش وطاغوتي قريش وإفكي قريش وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا نعمك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك
وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك، يأتون به في السحر الأعلى وفي الطواف حول البيت العتيق، يقولون اللهم لعنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه، واستأصلا أهله وأباد أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه. يعنون عليه يقولون اللهم لعنهما بعدد كل منكر أتوا وحق أخفوا ومنبر علوا ومنافق ولوا ومؤمن أرجوا وولي آذوا وطريض آووا وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراقوه. تكلمون عن زعماء المافيا عن أي شيء؟ أمن يتكلمون عن أبي بكر وعمر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما اللذين أكلا أنعامك وجحدا آلاءك وخالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وأفسدا عبادك وأضرا ببلادك. اللهم لعنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصلا أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلى منبره من وصيه ووارث علمه وجحد نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. ضيق ولا تدري المفر، تعبان متضايق ما أعرف كيف الطريقة لتخلص. إن كنت في ضيق ولا تدري المفر فارفع يديك وقل إله العالم. أو كنت من عظم المصائب قانطا يائسا فدع القنوط وقل إله العن. أو كنت تخشى من عدو غاشم أو من طريق ليس يخلو من خطر فالعن أبا بكر وعثمانا وقبل معا وبعد اهتف إله العن. لا تدعي حبا لآل محمد، لا تدعي حبا لآل محمد إن كنت لم تبد البراءة من حب النبي وآله مع حب من عاداهم ضدان عند ذوي النظر. فاملأ فؤادك بالولاية للوصي وبالبراءة من أبي حفص عمر ابن العاص. هو أبو حفص كمان.
فاملأ فؤادك بالولاية للوصي وبالبراءة من أبي حفص عمر. إن كان ما قد قلته يحلو لكم صلوا على المختار والآل الغرار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معي تيسير من بريطانيا وهو سوري الجنسية. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أهلا بك أخي تيسير. حياكم الله. نعم، عندي ولكم مقطع رابع أبيات أقول فيها الثورة في سوريا والبحرين. إن كنت في ضيق ولا تدري المفر فارفع يديك وقل إله إلا عن عمر. أو كنت من عظم المصائب قانطا فدع القنوط وقل إله إلا عن عمر. طيب تيسير هل لعن عمر يفرج المصائب عنك إلى هذه الدرجة؟ نعم بالتأكيد. يتكلمون عن زعماء المافيا عن أي شيء، أمن يتكلمون عن أبي بكر وعمر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أنبهكم بارك الله فيكم أن تعودوا إلى كتب العلامة إحسان إلهي ظهير، ذلك العالم الذي راح ضحية مكرهم، فإنه لما تخرج من الجامعة الإسلامية ثم أخذ يدعو إلى ربه على بصيرة، جعل هدفه أن يفضح هؤلاء بعقائدهم من كتبهم من غير ما زيادة حرف ولا نقصان، فكتب وصنف وبين ووضح رحمة الله عليه حتى ضجوا منه وساروا إليه ملتمسين أن يكف، فقال أكف شريطة أن تعلنوا توبتكم على الملأ وأن ترجعوا وأن تجمعوا كتبكم التي كتبتم ما كتبتم فيها وكتب فيها أئمتكم ما كتبوا من الضلال والكفر من أجل أن تحرق ثم تكونوا معنا على أمر سواء. فلم يقبلوا، فماذا صنعوا به؟ جلس يوما يلقي درسا فأرسلوا إليه مع طفل بمزهرية فيها بعض الورود وفيها قنبلة موقوتة، وحوله بعض أهل العلم من كبار أهل العلم، وجلس الرجل يلقي درسه ويوضح عقيدة المسلمين للمسلمين الغافلين الذين يشغلهم من سفاسف الأمور ما يشغلهم عن معالي الأعمال في الدنيا لا عن معالي الأحوال في الآخرة. جلس الرجل يوضح عقيدة المسلمين للمسلمين الغافلين، وجاءت المزهرية بيد الطفل فقبل يده كما هي السنة في تقبيل الأطفال أن تقبل أيديهم، فقبله ومسح على رأسه ومضى الطفل وانفجرت القنبلة في الرجل فأصيب بإصابات بالغات ومات من حوله من العلماء وحمل إلى الرياض، فكان هنالك 3 أيام يعالج من بليغ جراحه حتى قضى، فحمل إلى البقيع فدفن في البقيع بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا رحمة الله عليه. اقرأوا كتبه فإنه لم يدع عندهم شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أحصاها، وكتبه ميسورة مترجمة إلى العربية في طبعات معجبة أنيقة معجبة. فانظروا وتأملوا، فإن الذي يخشى عليه اليوم أن يكون هذا الانبهار مع ما يدفع إليه أولئك الذين هللوا قدما وسلفا للخميني في ثورته ثم انكشف عوارها عندهم فكتبوا يكفرونه ويحذرون منه، ولكن بعدما خربت مالطة كما يقولون
هم بأعيانهم اليوم منهم كثير